الدنيا ما بيننا اتطورت، خلاص تمام هنتجوز خلاص، وقلنا احنا هنكتب، بس هنكتب عرفي عشان خاطر انا عندي طفل. بأجر لي شقه في دمياط الجديده، والحمل ده مش هينفع يكمل. اتمنى من كل ست مطلقه او منفصله تتفرج على الفيديو ده لحد النهايه. الست اللي حضرتك بتشوفها قدامك على الشاشه اسمها سلمى، واللي كانت متزوجه وانفصلت من فتره كبيره، ومعاها طفل من زوجها الاولاني اللي انفصلت منه، اللي بعد ما انفصلت سافرت تشتغل بره مصر، وزيها زي اي حد مغترب نزلت مصر اجازه واتعرفت على جوزها بالطريقه دي. انا كنت شغاله في الامارات، نزلت من هناك. نزلت كنت عايزه اعمل عضويه في المكان بتاع الشغل بتاعنا. اتعرفت عليه هناك، الدنيا ما بيننا اتطورت، خلاص تمام هنتجوز. راح قعد مع اخويا، انا ليا اخويا كبير، راح قعد معاه طلب ايدي منه، اتفقنا، جم اهله. سلمى قالت انها طلبت ان الزواج يكون بشكل عرفي علشان خاطر ابنها ما يتاخدش منها ويفضل معاها. خلاص وقلنا احنا هنكتب، بس هنكتب عرفي عشان خاطر انا عندي طفل. فده كان حل الانسب، وقال لي انا بحب ابنك وعايزه يعيش معانا ومش عايزه يبقى مش موجود معانا. سلمى قالت كمان انه جاب لها شقه وشغلها معاه في نفس الشغل اللي هو بيشتغل فيه. أجر لي شقه في دمياط الجديده، ونقلت عفش فيها واستقرينا وقعدنا، ومفيش اي حاجه خالص. بننزل يومنا مع بعض، بنروح شغلنا مع بعض، بنروح مشغلنا مع بعض، حياه طبيعيه جدا. بس فجأة الحال ده كله اتغير، واتقلبت المعاملة 180 درجة لمجرد معرفة زوجها بانها حامل. اول ما انا بقيت حامل بقى الدنيا، الحياه الطبيعيه دي كلها اتغيرت. الحمل ده مش هينفع يكمل، هو بقى واهله لا مش هينفع يكمل. طب ليه يا جماعه مش هينفع يكمل؟ والغريب في الامر انها قالت انه برر لها سبب رفضه للحمل ده انها كانت متجوزه قبل كده. عشان خاطر انت كنت متجوزه قبل كده، عشان انت واحده مطلقه. طب ما انتوا عارفين من الاول ان انا مطلقه، انا ما خبيتش ده. يعني انا لما انت اتجوزتني ولما جيت اتقدمت لي انت واهلك، انتوا عارفين ان انا واحده مطلقه. انا يعني دي حاجه مش بتستخبى، انا عندي طفل ده كان عايش معانا. سلمى كملت كلامها وقالت انه حصل ضرب منه ليها واهانه، لا وكمان جاب لها براشيم علشان تنزل الحمل ده. ده بقى قله ادب وضرب ومد ايد يعني انا عايزه اقول لحضرتك هو كان ضرب عشان خاطر يعني في اماكن اللي هو لا لازم يحصل اجهاض البيبي ده. انت جاب لي ادويه، المفروض ان الادويه دي بتتاخد عشان خاطر يحصل اجهاض وانا اصلا يعني ما كانش ينفع، حالتي الصحيه ما كانش ينفع اصلا فيها ده. كنت محطوطه تحت ضغط وتحت تهديدات، ويعني كنت في اسوأ ايام حياتي. المهم يا سيدي ربك اراد ان الطفله البريئه دي تيجي على وش الدنيا، وحاولت الام بشتى الطرق انها تخلي جوزها يثبت بنته باسمه. كان عندنا جلسه قريب في الشهر اللي في اول الشهر اللي احنا فيه ده، هو جه وحضر وشافها وبص لها يعني انا كل ده اللي هو انت بص لها شوفها، انا عايزاك تشوفها علشان خاطر يعني يمكن ضميرك يراجعك، يمكن اهلك ضميرهم يراجعهم. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ رفض يعترف. هو رافض دلوقتي يعترف بيه. المصيبه والكارثه انها عرفت انه راح خطب في اثناء الفتره اللي فيها المشاكل دي، بخلاف كمان انها عرفت انه كان متجوز قبل ما يتجوزها. وكمان اللي انا عرفت ان هو راح خطب حد تاني، وقايل لها بقى قصه وسيناريو عليا ان انا اسوأ حد في الكون. يعني بيتقال في حقي كلام بشع. انا في المشاكل دي عرفت ان هو كان متجوز قبل كده بنفس الطريقه. يعني انا في المشاكل اللي انا فيها دي جالي صور وجالي حاجات وجالي مستندات ان هو مش اول جوازه ليه بنفس الطريقه. الام بتقول انها على تم الاستعداد انها تعمل دي ان ايه تحليل اثبات نسب علشان بس يتاكد انها بنته ويثبتها على اسمه. العلم ان سلمى كانت متجوزه بمعرفه اهلها والجيران والناس كلها، هو بس العقد ده مش موثق قدام الحكومه، لكن بنود الاشهار وان الناس تكون عارفه والكلام ده كله موجود. حتى الجيران بيشوفوهم وبيخرجوا وبيطلعوا وبيجوا مع بعض زوجين عاديين. حقيقة الناس كلها كانت عارفة ده. احنا يعني عايشين حياة طبيعية، شقة وبيت ودنيا، سوبر ماركت، صيدلية، جيران، كل الدنيا عارفة ان احنا متجوزين. يعني كل الدنيا عارفة هو الجواز المفروض ان هو اشهار، كل الدنيا عارفة ان احنا متجوزين. اما بالنسبة لحمات سلمى فسلمى قالت انها قالت لها الكلام ده. حرام يعني حد دلوقتي ما خدش التطعيمات بتاعتها، ده بيهدد حياتها. انا مامته قالت لي كده حرفيا، قالت لي انت هتجيبيها وانت مش انت عندها في الموضوع مصممة، انت هتجيبيها خلاص اشربيها وشوفي بقى. انت مش عايزه تنزليها دلوقتي، طب شوفيها بقى لما تيجي وتشوفيها وبتموت قدام عينك، عشان احنا مش هنسجلها ومش هتعرفي تطعميها. سلمى كل اللي بتطلبه مش انها ترجع لجوزها مثلا ولا انها تاخد حقوقها الشرعيه من جوزها، كل اللي بتطلبه ان البنت تتثبت باسم ابوها علشان تقدر تديها تطعيمات، بخلاف كمان انه بعد فتره تدخلها مدرسه كده البنت قدام الحكومه مش موجوده على ارض الواقع. يعني انا ما بتكلمش دلوقتي في حقي، بس البنت دي مصيرها ايه؟ البنت خلاص، هي البنت دلوقتي موجوده وجت وامر واقع، مصيرها ايه؟ طب انت لو بتقول ان هي مش بنتك، طب اعمل تحليل، اعمل تحليل. انا بيني وبينك التحليل لو هي طلعت مش بنتك، يعني انا يعني اظن اكيد مش هتسكت لي ساعتها، اكيد انت ساعتها مش هتسكت لي، اعمل فيها اللي انت عايزه وهيبقى حقك.
لو البنت طلعت مش بنتك. انا عايزه بنتي تاخد التطعيمات بتاعتها. انت لو انت عندك شك، والله هو ما عنده شك، والله العظيم انا واثقه ان هو ما عنده شك 1%. معلش هو ما كانش بيسيبني، يعني ما كانش بيسيبني. احنا يومنا كله مع بعض، انا نازلين شغلنا مع بعض، مروحين من الشغل مع بعض. لو هو حتى نازل انا قاعده في البيت، ما تخرجيش طيب حاضر، ما تروحيش طيب حاضر. انا عايزه حق بنتي، انا عايزه بنتي بس تاخد تطعيماتها على الاقل. هو يعني انا عايزه بنتي تتسجل عشان تاخد تطعيماتها، ده حقها، ده حق. وهنا بقى بتيجي رساله للزوج سلمى. اذا كنت الاول رافض انه يحصل حمل فهو حصل، والجنين اكتمل ونزل على ارض الواقع، وربك اراد ارادته هو بس ان الطفله دي تيجي على وش الدنيا. ولو كنت شاكك ان البنت دي مش بنتك، ففي DNA يقدر يثبت ان دي بنتك ولا لا. فكره اثبات البنت بشكل ودي او حتى بقرار محكمه ما تستبعدهاش. فحتى لو انت رافض تعمل تحليل او حتى تثبت البنت، فتقدر هي من خلال المحامي بتاعها يتقدموا بطلب بعمل تحليل لاثبات نسب البنت ليه. وخد عبره من اللي حصل ما بين زينه واحمد عز. ما هو كان رافض يثبت الطفلين الى ان حصل قرار من المحكمه بانه يعمل تحليل، واثبتوا الطفلين لابوهم غصب عنه. برضه ما كانش فيه ورقه زواج سواء رسمي او عرفي تثبت انها كانت متجوزه. طلعت بنتك اثبتها، ما طلعتش بنتك خد كل الاجراءات القانونيه ضد الست اللي شهرت بيك. وفي النهايه عايز انصح كل اخواتنا وبناتنا المنفصلات او المطلقات، لو ربنا اراد انك تتزوجي تاني وكنت مضطره بنفس الطريقه دي انك تكتبي عرفي، ارجوكي خدي كل الضمانات اللازمه. والافضل بالنسبه لي وبالنسبه للكل، ارجوكوا بلاش العرفي. وللمهنيه لزوج سلمى حق الرد على كل كلمه اتقالت من سلمى عنه. ارجوكوا شيروا الفيديو ده على اوسع نطاق لسببين. السبب الاولاني انه يحصل اثبات لنسب البنت دي علشان خاطر تتطعم علشان حياتها ما تضيعش. والسبب الثاني هو نصح وارشاد لكل اخواتنا المنفصلات والمقبلين على الزواج، حتى اللي بيفكروا في فكره الجواز العرفي ياخدوا عظه. بس كده.